السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل سلسلة فيديوهات ورا بعضها ازاي نحول الرعاية اللي بنقدمها لطفلنا لتربية. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي لما نخرج من البيت. لما نخرج من البيت واحنا ماشيين في الشارع في التجمعات العائلية هنعمل ايه؟ في الوقت دوت احنا بنربي العلاقات الاجتماعية عند الطفل، ما دام هيتعامل مع الناس يبقى فيه علاقات اجتماعية. طيب هنعمل ايه بقى واحنا طالعين من البيت؟ اتفقنا مش هنطلع من البيت لو في فرض يبقى لازم نصليه، تمام؟ يبقى هنصلي فرضنا قبل ما نخرج من البيت، تمام؟ قبل ما نخرج من البيت هنقول دعاء التوكل على الله، مش الصبح بس، في اي وقت واحنا خارجين من البيت لازم نقول بسم الله توكلت على الله، ويسن النظر للسماء واحنا بنقول بسم الله توكلت على الله. خارجين من البيت اهو توكلنا على الله، رايحين بقى درس، رايحين تدريب، رايحين اي حته، فاحنا ماشيين في الطريق. طبعا واحنا ماشيين في الطريق اهم النصايح اللي بنقولها لاولادنا ايه؟ خلي بالك من العربيات، بص يمين وشمال وانت معدي، خلي بالك لحاجه تكعبلك. فبنهتم قوي ان احنا نحافظ على امانه وبرده بالرعي. طيب هنربيه بقى، يبقى هنعمل ايه بقى في التربيه؟ واحنا ماشيين في الطريق بنتعرض اكيد لحاجات كتير. لو قابلنا حد من قرايبنا، حد من اصحابنا، هنعلمه الابتسامه وهنقول له الحديث ونحفظه له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه. احنا لما نقابل حد نعرفه بنقابله بوش بشوش، ضحكه حلوه كده، وبنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى مش السلام عليكم وبس، لازم نكمل، لان واحنا بنكمل للاخر احنا بندعي للي قدامنا بالبركه. وفي ملك نعلمه ان في ملك في السماء لما بندعي لحد هو كمان بيرد علينا وبيقول ولك مثل. قابلنا بابتسامه، ضحكنا، قلنا السلام عليكم، سلمنا بالايد، لو حد بقى قريبنا قوي ومعرفه بقى جامده فبنسلم. وطبعا واحنا ماشيين برضو بيحصل مثلا مواقف كتير. طيب منها مثلا إماطة الأذى عن الطريق. الرسول عليه الصلاة والسلام برضو قال إن إماطة الأذى عن الطريق برضو صدقة. فإحنا لو في مثلا قشرة كوز ممكن توقع حد، في حاجة مثلا ممكن تعور حد، فإحنا مثلا هنشيلها ونرميها في جنب. طيب أنا بقرف ومش هخلي ابني يمد إيده على حاجة، خلاص نزقها برجلينا، تمام؟ أو لو معانا مثلا كيس أو حاجة ممكن نشيلها بالكيس وبعد كده نرمي الكيس، تمام؟ بس دي صدقة ولازم برضو نعلمها لأولادنا. طيب لقينا حد محتاج، طبعا بقينا نشك طبعا الناس محتاجه ولا مش محتاجه، بس ايا كان قابلنا حد محتاج، فبدل ما اطلع انا ودي، لا اعود ابني اقول له خد دي، لو حاجه بسيطه خالص نديها للراجل المحتاج دوت. ولازم ان احنا نتعاون ونساعد بعض، تمام؟ طيب احنا ماشيين مثلا ممكن ابننا مثلا يعيب على حد بقى، يتنمر على حد زي ما بيقولوا، فاحنا هنعلمه برده ان ما ينفعش ان احنا نتنمر على حد. يا ماما شوفي لابس ايه، يا ماما شوفي هو عامل ازاي، يا ماما شوفي شعره عامل ازاي، يا ماما شوفي شكلها عامل ازاي، يا ماما شوفي لبسها عامل ازاي. فلا احنا مش هنعيب على حد. وبرده بحديث لما بنعلم بالدين وبنعرفه ان ربنا بيقول كذا والرسول بيقول كذا، فاحنا دلوقتي بنربيه تربيه دينيه. وبعد كده لما هنقول له عشان ربنا يحبك وعشان الرسول عليه الصلاه والسلام يحبك، فهيبقى في فعلا غايه للحاجه اللي احنا بنعملها، وهي حب ربنا وحب الرسول عليه الصلاه والسلام. فهنقول له الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. انت الانسان اللي انت بتتريق عليه ده ممكن يكون عند ربنا احسن مننا، فما ينفعش نعيب على حد، حرام. وفي احاديث كتير وفي كلام كتير، هنفرد موضوع حلقه كامله عن التنمر، ازاي نربي طفل مش متنمر لما يكبر ما يبقاش متنمر. طب لو هو متنمر ازاي بالراحه نعلمه ان ما ينفعش نتنمر على حد. ان شاء الله باذن الله هنعمل لها حلقه. طيب يبقى احنا كده مشينا في الطريق، توكلنا على الله، لو في حد محتاج صدقه بنديله، بنشيل الاذى عن الطريق، لو قابلنا حد بنقابله بوش بشوش. طيب لو احنا بقى رايحين مثلا تجمع عائلي بنسلم كالعاده وبنقول السلام عليكم. الولاد دلوقتي بيعملوا ايه؟ اول ما يدخلوا عند تيتا، عند خالته، عند عمته، عند اي حد من القرايب في واي فاي، ايه الباسورد بتاع الواي فاي؟ عشان نقعد على الموبايل ونلعب. بقت دي اغلب التجمعات العائليه، كل واحد برضه ماسك موبايل وقاعد مشغول مع نفسه، ونادرا لما ناخد وندي مع بعض. فلا طبعا احنا في تجمع عائلي بندخل نسلم على تيتا، ده بقوا ينسوا اصلا يسلموا على قرايبهم اللي هم اصلا ما شافوهمش من زمان، فلا ما ينفعش. طول الطريق بقى احنا بنعرف، المفروض احنا لما نقابل تيتا وجده، لما نقابل عمه وعمته، لما نقابل خالته وخالته، بنسلم عليهم وبنحضنهم وبنبوسهم ونقول لهم وحشتونا.
ونقعد ونتكلم مع بعض، وبلاش نمسك الموبايل كتير عشان يحترمونا. لازم نعلمهم ان لازم نحترم الكبير ونعطف على الصغير، يعني لازم نحترم الأكبر مننا في السن، والصغير بنعطف عليه ومش بنأذيه. كل الحاجات دي لو علمناها من ولادنا وهم صغيرين هتساعدهم جدا وهم كبار. هيعرفوا ازاي يتعاملوا مع اساتذتهم، ازاي يتعاملوا مع رؤسائهم في الشغل، هيبقوا لبقين كده في كلامهم وبيعرفوا يتعاملوا صح. علاقاتهم الاجتماعيه هتبقى كويسه جدا. الموضوع التنشئه الاجتماعيه دي ضروري جدا جدا جدا. كمان مش هتحطك انت في مواقف محرجه لما يقولك ايه ده، هو ابنك ما بيسلمش، هو ابنك ما عرفتيش تربيه. كلام احنا في غنى عنه. الحاجات دي كلها بسيطه ما بتحتاجش مننا وقت، وفي نفس الوقت هتربيهم، وعشان حتى لما يكبروا يبقى ماما وبابا يعرفوا يربوا عيالهم. لو في مواقف تانية في الحياة انتوا عايزين ليها افكار نعمل ايه، اكتبوها لي في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله هرد عليكم. وقبل ما نقفل كالعادة نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما ننساش نصلي على النبي.